بصوا، انا من الناس اللي بحب قوي احساس البركه في البيت. فانا ما بجيبش السمنه جاهزه ابدا، دايما في موسم البرسيم، يعني موسم الجاموسه او البقره بتاكل فيها البرسيم، بشتري سمنه تكفي السنه كلها. فبعملها في البيت وبسيحها وبطلع منها المرتة وبتأكد انها يعني مش داخل فيها اي كيماويات او اي حاجة مغشوشة، وبخزنها. ولو انتي زيي تعالي معايا في الفيديو ده هعرفك ازاي تشتري السمنة بسعر ارخص بكتير وتسيحيها وتجهزيها في ولا وقت. مش هتحسي بأي حاجة خالص، بل بالعكس هتبقي مبسوطة قوي وانتي شغالة فيها كده. انا عندي حله ستانلس، دي اللي بسيح فيها السمنه، هي حله كبيره، وانا كل سنه بجيب 5 كيلو سمنه جاموسي. واشمعنى جاموسي؟ لان الجاموسي هي السمنه اللي بتتسيح. البقري السمنه الجاهزه اللي هي بتاعه الحلويات. ما تغلطيش غلطتي، ما تسخنيش الحله قبل ما تنزلي السمنه. لا، نزلي السمنه عادي اول ما الحله تكون اول ما تكوني حطيتيها على النار. نزلت ال5 كيلو الكمية كلها ووطيت عليها شمعة، كأني مولعة عليها نار شمعة. تبدأ تسيح كده وتمشي في البروسيس واحدة واحدة. وانا بقلبها كده هقول لكم اشمعنى موسم البرسيم. علشان خاطر في موسم البرسيم السمنه بتطلع مرتة اكتر. ما اكدبش عليكم، مش عارفه لو مش في موسم البرسيم في فرق السمنه هيبقى فيه فرق طعم ولا لا. لا، ما اعرفش، انا كل اللي فارق معايا انها تطلع مرتة اكتر. ولو تاخدوا بالكم اللي على الوش ده كله ده المرتة. يعني هي ما اعرفش ليه اول ما بتنزل كده وتسيح بتبدا المرتة تطلع على الوش، وهي تبدا تنزل بقيه السوائل بتاعتها تحت. وطبعا باين عليها الترميل لان انا مختاره شركه نظيفه بناء على الاراء وبناء على ان دي مش اول مره يعني اجيب من الشركه دي بالذات. بفضل بقى ايدي فيها، يعني كل 5 دقايق كده اقوم اقلب عشان اتاكد انها ساحت كلها، مفيش اي حاجه مكتله. ولازم تبقى ايدي فيها برضو علشان خاطر ايه، ما تسيحش بسرعه قوي وتشيط. بقعد اقلب حبة حلوين كده وهي كده تعتبر كلها ساحت خلاص. ودي اول مرحلة من تسييح السمنة، انها تكون كلها ساحت والمرتة كلها طلعت على الوش. بصوا، مفيش اي خالص حتت مكتلة ولا فيها اي حتة لسه ما ساحتش. بقعد برضو ايدي فيها، اسيبها كل 5 دقايق ارجع اقلبها، اسيبها كل 5 دقايق وارجع اقلبها. بجد بتطلع ريحة في البيت كده حلوة قوي، بتحسسني بدفى الشتاء وبتحسسني بالبركة قوي. انا بحب البروسيس دي جدا. هل هي ارخص من انك تشتريها جاهزه؟ اه طبعا، وكمان انتي بتطلعي المرتة منها، فانتي مش بتشتري معاها كمان مرتة. وبتتاكدي من نظافتها وان السمنه مش مغشوشه، مش داخل فيها اي زيوت مهدرجه او اي زيوت نباتيه. بصوا، دي بقى المرحله التانية وهي انها تكون بتغلي، فتبدا المرتة تتبخر من مش تتبخر، انا اسفه، تتقل فتنزل تحت وتبدا تبان السمنه. كده المرتة بتستوي فبتتقل بتنزل تحت والسمنه هي اللي بتبان. ودي المرحله التانية. اول ما وش المرتة ده كله يبقى خلاص يعتبر معظمه اختفى، يبقى هي كده انتي دخلتي كمان في المرحله الثالثه زي ما انت شايفه كده. ودي المرحله الاخيره، ان خلاص بقى السمنه تبدا تبان سلاسل ذهب كده والمرتة تنزل تحت. بسيبها شوية برضو، يمكن بقية المرتة دي تنزل. لو ما نزلتش هي برضو كده بالنسبة لي استوت، مفيش أي حاجة، في مرتة تحت ومرتة على الوش عادي جدا. والسمنة بصوا بيورة اهي ونضيفة سلاسل دهب بجد. وكل مرحلة بتطلع ريحة أحلى وأحلى في البيت كله. قلبتها شوية كده واتأكدت خلاص انه انا هعرف افصل المرتة عن السمنة. زي ما انتوا شايفين هعرف بالمعلقة اطلع المرتة، والسمنة هعرف ايه اخزنها لوحدها. يبقى احنا كده خلاص دي المرحلة الاخيرة، مفيش اي حاجة تاني. انا بدأت فيها ساعة، ساعة ونص، خلصتها الساعة 11. لان احنا بنحطها على نار هادية وانها تاخد وقت. ده انت بتأكدي ان انت فعلا فصلتيها كويس وان المرتة بتاعتك استوت كويس. هو تحسوها وقت كتير بس صدقوني اتورثت. كده خلاص هي جاهزة، طفيت عليها النار، فضلت برضو تبقبق شوية كده، وبعد ما هديت شوية حطيتها في البرطمان وفصلت المرتة في علبة لوحدها. بصوا المنظر، فيها شوية مرتة صغننة دي اللي معرفتش افصلها عادي جدا، ما هي المرتة دي سمنة. بصوا بقى المرتة، بصوا الكمية، بجد كميتها كويسة جدا 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 بالنسبة ل5 كيلو سمنة. دي بقى منظرها بعد ما بردت. بصوا مرملة ازاي. بجد بيبقى احساس حلو قوي لما بشوف الترميله دي وبحس ان ده برودكت انا اللي عاملاه بايدي. عايزه اقول لكم ان ال5 كيلو سمنه دي بتكفيني السنه كامله لان احنا فردين بس.